انا لو محتار في هديه اوديها لحد عزيز عليا فمش هلاقي اغلى من وش رجل لوكا مودريتش بصراحه. بجد الكوره من وضع الثبات بيرفع العرضيه بوش رجله بالملي يا جدع، مش محتاج اللي هو يظبط وضعه او محتاج ياخد خطوه لقدام زي معظم اللعيبه ما بتاخد، برغم كبر سنه الا انه لسه بيأدي نفس الاداء اللي كان بيأديه من سنه واثنين وخمسه ورا. ولكن زي ما معروف على ريال مدريد ان هو طول عمره خط الوسط هو قوته واقوى خط في الفريق، وده اللي بيثبته وبيأكده لاعب زي بلينجهام في خط النص. واحد زي بلينجهام برغم صغر سنه ان في امكانيات، اقسم بالله في لعيبه في الثلاثينات من عمره 35 ما عندها نص الامكانيات ولا عندها نص الثقه. ده انت بتشوفه بيستلم الكوره وسط اتنين لاعبين في مساحه ضيقه بيلمهم الاتنين وبيعدل وشه وبيسدد، بتطلع الكوره فوق العارضه. انا بصراحه ما شفتش لاعب خط وسط عنده قدره التحكم في الكوره وقدره الاستحواذ على الكوره او دقه البساط او دقه الفينش بتاعته. فانت متخيل يا عزيزي ان لاعب لسه في بدايه الدوري 8 مباريات لعبهم هو مسجل 10 اهداف من نص 8 مباريات في دوري، وهو لا مركزه خط نص ولسه اول موسم ليه مع ريال مدريد، يعني لا قال لك اتاقلم مع الجو ولا قال لك كذا ولا قال لك كذا. زي معظم اللعيبه اللي بتيجي عندنا في الدوري المصري ممكن عايزينها 3 4 سنين قبل ما تتاقلم او قبل ما تجيب جون، يعني بمعنى صح. ولكن لعيب بالرغم من صغر سنه وبرغم انه هم كانوا بيقولوا عليها صفقة غالية وصفقة ضحك على الريال فيها، ولكن فلورنتينو بيريز بيثبت ان هو لا، دماغه سم شغالة مش اي حاجة. ايوه انا ملجح فيه 100 مليون ولكن يستاهل، ولكن امكانياته في الملعب وتأثيره في الملعب وبساطته وجودته داخل الملعب تستاهل اكتر من 100 مليون. احنا عندنا في الدوري المصري لما نجيب لعيبة ما نديها شكارة فلوس وفي الاخر لما نزعطها ولا ليها اي لازمة، ويا ريت بتتنازل عن حقوقها، لا بتاخد حقوقها كامل ومكمل، ولكن هي حق ابوها عندنا ولكن حق ابوهم عندنا فبيجي ياخدوه ويمشوا. يعني احنا عندنا على سبيل المثال واحد زي موديست بياخد 60 مليون او اكتر من 60 مليون جنيه في الموسم، تقدر تقول له عمل ايه؟ ما عملش اي حاجه. انما عندهم هم اللاعب بيجيبوه ايوه في ممكن تيجي صفقه كده زي ايدن هازارد، ولكن على الاغلب هم لما بيجيبوا صفقاتهم كلها الشباب الصغير اللي بيجيبوها، اللي هو على سبيل فينيسيوس، على سبيل المثال بلينجهام، رودريجو، اللي هي كامافينجا، تشاوميني. اللعبة دي صفقات كلها ناجحة بنسبة 100%. وبنسبة ما جبنا سيرة فينيسيوس جونيور، يا جماعة اللي بيعمل فينيسيوس جونيور ده أقسم بالله يستحق مكانة تاني. يعني أنا كنت طول عمري أسمع إن أي لاعب في ريال مدريد واخد الصيت أو هو يعني عليه السبوت، هو كل حاجة، ان ريال مدريد بيلمع النجوم، ريال مدريد هو اللي بيخلي اللاعب ليه اسم. ولكن اللي بيشوفه اللي بيقدم فينيسيوس جونيور وفي الاخر تبص تلاقيه بعيد عن المنافسات في الجوائز الفرديه، يقول لك لا في حاجه، ريال مدريد مش بيلمع، ريال مدريد كل لاعب بيوصل للجائزه اللي يستحقها. يعني ريال مدريد لو بيلمع نجومه كان فينيسيوس جونيور ده كان زمانه في حته تاني. يعني فينيسيوس جونيور امبارح عمل شويه شغل اقسم بالله عجب. ولكن ريال مدريد في الاخر بيهدي تعادله لبرشلونه تحتيه اللي بيقول له لا ما تخافش ما اقدرش امشي واسيبك، وبيطمن جورانا فاجي بيقول لهم يا جماعه ما تخافوش اطمنوا انا لسه مش هطلع لكم دلوقتي. يعني هو ريال مدريد كان مستعد، كان يقدر يفوز ويوسع الفرق بينه وبين برشلونه 4 نقط في بدايه الموسم، كانت هتريح في الايام اللي جايه او في المباريات اللي جايه. وكمان برضو كان هيبقى نفس عدد النقاط ما بينه وبين جيرونا، فكان يعني جيرونا مش الفريق اللي هو هينافس على مدار الموسم، ولكن لا هو واخد كده فترة حمة البدايات وفي الآخر هتلاقيه رجع تاني. ولكن هو لما كان ريال نفسه تعادل مع جيرونا في نفس النقط، هتلاقي لعيبة جيرونا أو المدير الفني خلاص دخل في ارتباكات ودخل في حسابات ودخل إن خلاص كده كل حاجة ضاعت من إيدي. ولكن بعد تعادل ريال مدريد امبارح بيثبت إن لا بيدي قوة بيدي دفعة لجيرونا إن إحنا لا ممكن نقدر ننافس حتى للحظات الأخيرة. يا راجل سبحان الله، يعني برشلونة ريال مدريد عمل رومنتادا على برشلونة بعد ما كان مهزوم 1-0 بيتقدم عليه 2-1 وخلصت المباراة عشان يتفوق على برشلونة ويصعد ياخد 3 نقط، ال3 نقط بينهم وبين بعضهم بمثابة 6 نقط، لأن هو خسر 3 وده فاز كسب 3.
ولكن الماتش اللي بعدها على طول ريال مدريد بيعوض الخساره لبرشلونه، بيقولوا لا ما تخافش، احنا بنتعاون مع بعضينا ومستنيك ما تخافش تطلع لي. ولكن لسه الليجا لسه في الملعب، ولسه ما تعرفش مين يجي يفوز بيها. ولكن الارجح ان ريال مدريد ما عندوش الامكانيات الهجوميه اللي تستمر لنهايه الموسم، عكس برشلونه اللي هو يعني عنده مثلا راس حربة، عنده اجنحه، عنده كذا عنده كذا. انما ريال مدريد ما عندهاش اي حد في الهجوم غير ممكن فينيسيوس وبلينجهام لما بيزيد. انما راس حربة ما عندها حته لعب اسمه خوسيلي وما فيش داعي للكلام. وعندها رودريجو تحس ان هو لسه ناشئ عامل زي محمد هاني عندنا، ولكن برضه لسه الدوري في الملعب. سلام.